لو سألت أي حد في الجيم كم مجموعة أعمل للعضل، تلاقي واحد بيقولك اعمل 30 مجموعة، واحد يقولك اعمل 10، واحد يقولك اعمل لحد ما تجيب آخرك وتقع على الأرض. لكن الحقيقة إن عدد المجموعات ليه تأثير كبير جدا على بناء العضلات، ولو عملتها قليل جدا أو كتير جدا ممكن تبطئ تطورك. وفي الفيديو ده هقولك إيه أفضل عدد مجموعات لبناء العضلات وإزاي تحدده على حسب مستواك، وهتعرف هل فعلا كل ما تزود مجموعات اكتر هتبني عضل اكتر. قبل ما نبدا لازم نفهم يعني ايه مجموعه. المجموعه هي عدد من التكرارات اللي بتعملها لتمرين عضله معينه وبعد كده بترتاح. يعني لو عملت 10 عدات تشيست بريس وبعد كده ارتحت فدي كده اسمها مجموعه واحده. ولو احنا بنتكلم عن عدد المجموعات فاحنا فعلا بنتكلم عن عدد المجموعات الصعبه اللي بتحفز العضله، مش المجموعات اللي بتسخن بيها. وهل كل ما ازود مجموعات هبني عضل اكتر؟ الاجابه المختصره لا. في نقطة معينة الجسم بيستفيد منها وبعد كده الفايدة بتبدأ تقل. لو عملت مجموعات قليلة جدا التحفيز هيكون ضعيف، ولو زودت كتير جدا التعب هيبقى اكتر والاستشفاء او الريكفري هيكون اصعب. يعني مش اي تعب معناه نتائج. طيب يا عم الشناوي، بالنسبة للكلام الكتير اللي مش مفهوم ده، ايوه انا اعمل كام مجموعة؟ معظم الدراسات بتقول ان افضل معدل لمعظم الناس هو من 10 ل 20 مجموعة لكل عضلة في الاسبوع. يعني لو هتمرن الصدر مرتين في الاسبوع ممكن تعمل 6 مجموعات في التمرين الاول و6 في التمرين الثاني. مش لازم تعمل ال20 مجموعه في يوم واحد. هل الرقم ده ثابت لكل الناس؟ الحقيقه لا. لو انت مبتدئ جسمك بيستجيب بسرعه وممكن من 8 ل 12 مجموعه تكون كفايه جدا ليك. ولو انت بقى مستواك متوسط شويه هتحتاج ما بين 10 ل 16 مجموعه. اما بقى لو انت جامد وبرو شويه هتحتاج ان انت تاخد من 18 ل 20 مجموعه، لكن بشرط ان انت تكون قادر تعمل ريكفري او استشفاء منه. ازاي اعرف ان انا بعمل مجموعات زياده؟ لو قوتك واقفه، لو كل تمرين بقى حاسس ان انت جسمك مكسر، او لو العضله لسه وجعاك قبل التمرين الجاي، لو ادائك بيقل قبل ما بيزيد، يبقى غالبا حجم تمرينك اكبر من اللي جسمك مستحمله. طيب وهل في ناس محتاجه اقل؟ هقول لك لو نومك وحش، اكلك ناقص، عندك ضغط شغل او مذاكره، او سعراتك قليله في فتره التنشيف، ساعتها ممكن تقلل عدد المجموعات وتوصل لنتائج افضل. واهم نقطه بقى الناس بتغلط فيها، ناس كتير مركزه على عدد المجموعات لكن ناسيه جوده المجموعه نفسها. مجموعه واحده قريبه من الفشل العضلي بتمرينه واداء صح افضل من 3 مجموعات بتلعبهم من غير تركيز خالص. فبدل ما تسال كام مجموعه، اسال هل المجموعه دي اثرت ولا لا. ولو انت بقى مبتدئ وعايز رول سهله تمشي عليها، ابدا بحوالي من 10 ل 12 مجموعه للعضله الواحده في الاسبوع، وتابع قوتك واستشفائك لمده شهر. ولو لقيت نفسك مستريح او متقدم زود مجموعتين بالتدريج، لكن ما تفتكرش ان المجموعات الكتير هي الحل السحري لان هي تبني العضلات. وبس كده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لان ده فعلا بيساعد، واكتب لي في الكومنتات تحت انت بتتمرن كام مجموعه لكل عضله في الاسبوع، ويمكن ارد على سؤالك في الفيديو الجاي. اعذروني على صوت الدوشه اللي بره دي لان الراجل ده تقريبا هو مستقصدني. كل ما اجي اصور فيديو لازم يبدا شغل.